السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المقلي، وهنعمل معاه رز احمر كتغيير بدل الرز الصيادية اللي هو ببصلة. هنعمل رز احمر كده، وهنعمل طحينة. هنعمل بقى مع بعض السمك المقلي زي ما بنجيبه من بره كده، واحلى كمان من اللي بنجيبه من بره. هنعمله بتتبيلة حلوة قوي، وده المفلفل بطريقة حلوة قوي من غير ما يعجن منك، ومن غير ما يلزق كمان في القعر بتاع الحلة. والسمك زي ما انتوا شايفين شكله كده حلو جدا. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعت السمك والرز. اول حاجة انا معايا هنا سمك بولتي. طبعا السمك غسلاه كويس جدا بالفرشة اللي هي بتاع اللي احنا بنجيبها، الفرشة الصغيرة دي. بغسله كويس جدا من جوه، ما بسيبش فيه الحتت السودة دي ولا الدم اللي بيبقى ناحية الشوكة. وبعد كده بحط عليه ليمون، بعصر عليه ليمون وشوية خل كده بيتصفوا، وبعدين بشطفه تاني واسيبه يتصفى. عملت فيه فتحات كده بالسكين عشان التتبيلة تدخل فيه. ومعايا هنا معلقة توابل سمك، ومعلقة كزبرة، وشوية فلفل وكمون وتوم باودر، وحبة شطة كده صغيرة، والملح. ومعايا كمية من التوم. ومعايا انا عشان الكمية عندي كبيرة، فعندي هنا 5 ليمونات عصرتهم كلهم، واحط التوابل كده وهنقلبهم كويس. انت ممكن لو التوم لسه مش مطحون هتعملي كل الكلام ده في الكبة مع بعض. وهنا حطيت حوالي معلقتين من الخل. الخل بيدي طعم حلو لأي حاجة بصراحة، بيبقى حلو جدا. وطبعا الزفارة زي ما انتوا شايفين انا غاسله السمك كويس جدا. هحط طبعا في الفتحات اللي انا عملتها دي من التتبيله، علشان طعم اللحم نفسه يبقى طعمه متبل وطعمه حلو زي ما احنا بنجيبه كده من بره. اعمله كله كده زي ما انتوا شايفين، هتبله كله وهغطيه. لازم نغطيه طبعا عشان ريحته في التلاجة ما تبوظش ريحة التلاجة. وهندخل لمدة ساعتين او 3 ساعات زي ما تحبي. كل ما عملتيه بدري كل ما كان افضل، والتتبيلة طبعا ياخد طعم التتبيلة. هنا بقى هنعمل الدقيق اللي احنا هنعمله، نعمل السمك فيه. انا حطيت هنا شنطة علشان خاطر ما تبهدلش الدنيا معايا. وحطيت شوية دقيق، وحطيت توابل من بتاعة السمك، وشوية كزبرة، وشوية كمون. وهنا بقى اللي هيدي القرمشة للكفر اللي هو النشا. حطيت 3 معالق نشا على حوالي كوبايتين دقيق. ومعايا هنا مية. هحط السمك في الدقيق كده، وبعد كده هنزل بيه في المية، وبعدين هرجع تاني في الدقيق هعمل له زي كفر كده عشان خاطر يقرمش معانا. بس هتقليه على طول. وبعدين هعمل تاني واحدة نفس الكلام. زي فكرة كده الستريبس والحاجات اللي بتبقى مقرمشة. هنعمل بقى الرز. طبعا انت في المرحلة دي لما تعملي السمك هتقليه على طول عشان خاطر ما يلزقش في بعضه، طبعا عشان المية. هنعمل بقى الرز بتاع السمك، الرز بطماطم او الرز الاحمر. هنا معايا 3 أو 4 معالق من الزيت، ومعايا بصلاية متوسطة أو بصلتين صغيرين. وهرش رشة ملح، وهنحمر البصل. لما البصل يوصل للمرحلة دي هكون مجهزة حوالي نص كيلو من الطماطم، وضرباها في الخلاط. هنزل بالطماطم كده على البصل، وبعدين هيبقى معايا مكعبين ماجي. هنا حطيت معلقة صلصة عشان لون الرز، ومعايا مكعبين من الماجي. وطبعا الملح، بس ناخد بالنا بقى من الملح عشان الماجي اللي حطيناها. وشوية فلفل اسود.
هنقلب الكلام ده كله مع بعضه، وبعدين هنغطيه لغاية ما يتسبك كده. اما تسبك معانا تسبك خالص كده زي ما انتوا شايفين، كأنك هتعملي مكرونة بصلصة. هنضيف بقى المية، هتضيفي مية سخنة حسب مقدار الرز اللي انت هتعمليه. هنكون غاسلين الرز ومصفيينه. هنزل بقى بالرز كده. لازم المية تكون الصلصة تكون غلت بعد ما حطيت المية. لو هي مش غالية هنقلب الرز كده ونشوف اذا كان محتاج مية تاني. هنعمل معيار الرز العادي. وهنغطي عليه ونسيبه بقى، بس ما تنسوهوش. بصوا انا فتحت عليه قبل ما يتشرب. ليه؟ هديله تقليبه كده على اساس ان الصلصه بتلزق في القعر، فانا هديله تقليبه كده عشان خاطر الصلصه ما تلزقش. وهسيب فيه فراغات كده، وهوطي عليه خالص النار، هخليها هاديه خالص. بصوا هو كده خلاص استوى زي ما انتوا شايفين، مفلفل. ادي القعر بتاعه، مفيش قعر، ما عملش قعر معايا، وحلو جدا وطعمه حلو جدا. احنا بقى كده هنقلي السمك. دوت سمك كبير. انا بحب بصراحة السمك يكون اصغر من كده عشان خاطر يستوي كويس، او بعمله اللي هو سنجاري وبرده بعمله نصين كده وبقليه. الليمونة دي عشان خاطر الريحة بتاعت السمك اللي انا حطيتها في الزيت دي. كده اما اتحمر انا قلبته كده على الوش التاني. خلاص كده هنطلعه من الزيت زي ما انتوا شايفين، شكله حلو جدا، ما بيشربش معانا زيت. هنعمل بقى الطحينة انا عاملاها برضو على القناة، ممكن تشوفوها اللي على النار ديت. هنعمل الطحينة برضو زيها، بس هنستخدم مية مغلية. حطيت حوالي معلقتين او 3 من الطحينة، وهنا حطيت كمون، وحطيت شوية حوالي فص توم، وحطيت سنة شطة وملح وكزبرة. التوم بيديله طعم حلو جدا. وعصرت نص ليمونة. وهنا انا معايا خل كده. هنقلب كله كده مع بعض. تقلبي بالمضرب هيبقى اسهل. وهنا انا معايا ميه مغليه، هضيف شويه شويه. طبعا الطحينه بتبقى فيها دقيق، فزي اي حاجه الدقيق لما بنيجي نعمله بميه سخنه فبيتقل. هنا قدمته في طبق تاني كده بعد ما عملت الطحينه. وكده خلاص كله جاهز معايا. السمك اديته رشه كده من توابل السمك بعد ما خرج بعد ما قليته. وادي الرز حلو جدا وطعمه حلو جدا، جربوه هيعجبكم جدا ان شاء الله. والطحينه برضو زي ما انتوا شايفين شكلها حلو قوي. لو عجبتكم بقى الوصفه اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان اي وصفه جديده هعملها ان شاء الله توصلك. واعملي لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك لو عجبك يعني الفيديو. واكتبي لي كومنت حلو كده. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.